منشطات سان داونز وايقاف الثنائي، تجميد لجنه تخطيط وضم الكابتن عماد متعب، توقيع ثلاثي النادي الاهلي، تورينو يراقب نجم النادي الاهلي. بس بالله عليك بص، انا معاك شويه تفاصيل وشويه حركات، بس بالله عليك ما تبخل عليا باللايك، يعني ما تبخلش عليا باللايك بالله عليك. وخير من النبي الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هاخد لك حته حته تفصيل، بس ما تبخلش عليا باللايك زي ما قلت لك. الاهلي والقطن الكاميروني الاول، ان شاء الله الاهلي يلعب بكره باذن الله الساعه 6 ان شاء الله باذن الله بتعليق رؤوف خليف، لان تعبنا من علي محمد علي ده، يعني تعبنا منه اقسم بالله، يعني ما اعرفش، راجل بينيمنا والله، وسبحان الله وش وحش على النادي الاهلي. رؤوف خليف ده راجل بقى كده محترم، يعني حتى الناس يعني حتى انت عارف لو انا تايه هصحى، يعني لو انا تايه من الماتش كده هصحى، لو الماتش نايم هيسخن الدنيا. رؤوف خليف راجل الطيب، حفيظ دراجي، عصام الشوالي، الناس دي اللي يعني وشهم حلو على الاهلي. امال علي محمد علي مع انه مصري بس سبحان الله وش وحش على الاهلي، وسبحان الله برضه ما بيعرفش يعلم. فالاهلي ان شاء الله باذن الله يكون حليف الفوز بكره مع القطن الكاميروني، لان لازم نكسب، ما ينفعش التعادل ده بيطلعنا بره. وعلى فكره انا اقول لك برضه اسباب اعتذار النادي الاهلي عن المشاركه في البطوله العربيه. بص يا سيدي، اسباب الاعتذار هقول لك اللي محدش هيقوله لك. الاهلي خايف من سيناريو السنه اللي فاتت. فاكرين السنه اللي فاتت كان عندنا ضغط مباريات، وبسببه ودخلنا في كذا بطوله، وبسببها خسرنا كاس مصر وخسرنا الدوري وخسرنا دوري ابطال افريقيا. ما كسبناش غير كاس السوبر، وده كان في اول ده كان في اول الموسم. فالاهلي خايف يحصل زي السنه اللي فاتت، ضغط المباريات مع الاشراف في اكثر من بطوله يعمل اجهاد عند اللعيبه. كولر رفض المجازفه للاعبين، يعني مارسيل كولر طبعا لما خد رايه فنيا رفض المجازفه باللاعبين، وقرر راحه اللاعبين نظرا طبعا لان في كان عامل لهم قياسات للاعبين، بدنيه للاعبين، وقال لك اللياقه البدنيه مش هتسعفهم انهم يعني هيبقى في تلاحم للمباريات، تلاحم للمواسم ورا بعض. القياسات البدنيه بتاعت اللعيبه مش عارف انت لما بقى ايه، لما اللعيبه بتبتدي تباصي غلط واللعيبه ما فيش تركيز، واللعيبه ده بيبقى من كتر المباريات وتلاحم المباريات وضغط المباريات والضغط الذهني وضغط الجماهير وضغط الاداره وضغط المدير الفني. بص ده كله ما ينفعش. فالنادي الاهلي قال لك لا، والاهلي لما بيخش في بطوله مش داخل عشان خاطر مشاركه، لا انا داخل عشان خاطر اخد البطوله، لان خد بالك البطوله العربيه الجاهزه بتاعتها الاول هياخد 6 مليون دولار، الثاني مش عارف 2 مليون ونص دولار، الثالث 200,000 دولار. يعني بص مش عايزه المجازفه، الاهلي مش هيخش مشاركه والتمثيل مشارك زي الناس اللي بتخش اللي حبايبنا دول هم اللي هيموتوا ويخشوها. ده لسه بس بص ايه، انا جاي لك بقى، يعني جاي لك على حبايبنا دول والفبركه اللي بيعملوها ومع اللي هم الناس ما عندهاش ضمير. بس بالله عليك لو وصلت معايا الحته دي اللايك، ما تبخلش عليها باللايك. فالاهلي مش بيخش كده وخلاص، لا الاهلي بيخش عشان خاطر ياخد البطوله، وخصوصا الاهلي عايز يعمل فتره اعداد، معسكر خارجي للموسم اللي جاي. ادي يا سيدي اسباب رفض النادي الاهلي خايف يحصل زي الموسم اللي فات اللي احنا اشتركنا في كذا بطوله وفي الاخر خرجنا مفيش يا مولاي كما خلقتني، ما خدناش اي حاجه واللعيبه كانت مجهده والحكايه والروايه وي بص واحنا كجمهور كنا بنشتم اللعيبه وبنشتم الاداره وبنشتم الدنيا كلها عشان خاطر النادي الاهلي. فالاهلي مش عايز يعمل كده. وعايز اقول لك حاجه كمان، الاهلي طبعا لما اعتذر في بيان رسمي، خد بالك من الحته دي، الاهلي اعتذر في بيان رسمي. معنى كده ايه؟ بيان رسمي موجه للاتحاد العربي. معنى كده ايه؟ معنى كده ان النادي الاهلي وصل له دعوه رسميه من الاتحاد العربي بمشاركه النادي الاهلي، لان البطوله مش هترجع غير بمشاركه النادي الاهلي. وخدها مني، البطوله مش هتنجح غير بمشاركه النادي الاهلي. وقبل كده لما الاهلي انسحب وحبوا يوقعوا عليه عقوبه، الاهلي قال لك انا مش خلاص، انا مش عايز البطوله العربيه دي. البطوله العربيه ساعتها اتلغت. ليه؟ لان خلاص النادي الاهلي يعني معلش ملايين بتتفرج، فمش
فمعنى النادي الاهلي بيان رسمي طلعه موجه للاتحاد العربي يبقى وصل له دعوه. ليه؟ لان انا اقول لك على حته بقى، يعني ايه، يعني عارف انت حبايبنا الزملكاويه دول اللي هم ما يعرفوش اي حاجه في اي حاجه، اللي بيقول لك عليهم جمهور الصفا وجمهور مش عارف ايه وجمهور مش عارف، هم لا يفقهوا اي حاجه. طلع فطوطه بتاعهم اللي هو ما عندوش مهنيه في الاعلام، يعني حتى الفوتوشوب اللي عامله زي الزفت. انا راجل اللي اعرف الفوتوشوب شويه، حتى عامله اي كلام. جاب لك يعني اللوجو بتاع الاتحاد العربي يعني، وفيما معناه بقى، وحط يعني ايه الاتحاد العربي منزل بيان ان هو ما دعاش النادي الاهلي المشاركه، والنادي الاهلي مش عارف ايه وايه 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 وايه، عارف انت اللي هو ايه يعني ايه، الاهلي هو اللي قال انا عايز اشارك، والاتحاد العربي قال لك لا احنا مش رافضين مشاركه النادي الاهلي. اتخيل معايا انت الحته دي، يعني شوف فكرهم وصل لحد فين. شوف التضليل بتاع اصل هم مضللين، والجمهور بتاعهم بيسقف لهم على التضليل. يعني سبحان الله، قلت له يعني اكراه محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب. طب تكرهوا محمود الخطيب ليه؟ ما اعرفش، مرتضى منصور بيكرهه فاحنا بنكرهه. بص هما بيسقفوا خلاص، شد اللي جام يمين حاضر، شد اللي جام شمال حاضر، بس كده، ما بيعملوش اي حاجه تاني. فالمهم راجل قال لك ان جاب صفحه كده انت فاهم ازاي، واللوجو بتاع الاتحاد العربي، واللي هي الاهلي طلب المشاركه، والاتحاد العربي بعد الاجتماع مش عارف مع مين، واجتماع مع مين، ورفضوا بالاجماع مشاركه النادي الاهلي. تخيل معايا ان رفضوا بالاجماع مشاركه النادي الاهلي. يا كابتن فطوطه انا عايز اقول لك حاجه، ان الاتحاد العربي ليه صفحه رسميه، بس يا سيدي، بس يا محمد، ده بس انا حبيت بس ايه ارد على الراجل الطيب اللي هو اللي بيحط السم في العسل ده. بس ادي قصه يا سيدي الاتحاد العربي والبطوله العربيه والنادي الاهلي كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص النادي الاهلي جدد لحسين الشحات، وجدد لمحمد هاني وياسر ابراهيم 3 مواسم 3 سنوات. خلاص اللعيبه مضت واللعيبه خلصت كل حاجه، فالنادي الاهلي جدد. كان الاهلي محتاج انه يجدد لحسين الشحات لانه كان خلاص حسين الشحات كان هيبقى فري. محمد هاني وياسر ابراهيم خلاص ال3 لعيبه دول جددوا. طلع علينا الكابتن كوتونيل بتاع البوكسرات. تعرفش الكابتن سيد عبد الحفيظ حارقهم؟ كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي حارقهم قوي. اسمع كده بقول لك عليه، حارقهم قوي هما والناس التانيين. طلع الباشا ابو بوكسرات ابو باروكه قال لك سيد عبد الحفيظ بيسيء للكره المصريه. ليه بيسيء للكره المصريه؟ ليه؟ عشان ما انا ما اعرفش، انا واحد من جمهور النادي الاهلي او من جمهور مصر عامه، بيسيء للكره المصريه ليه؟ ممكن تعرفنا يا ابو بوكسرات؟ يعني ممكن نعرف انت حضرتك ليه بتقول كده؟ سيد عبد الحفيظ يعني، بس يا ياسين يا رب نخلص. ممكن نعرف كابتن سيد عبد الحفيظ اساء للكره المصريه ليه؟ وانت حضرتك طالع تتكلم على سيد عبد الحفيظ ونسيت الراجل اللي كان بيطلع يشتم في مصر كلها؟ ما طلعتش تفتح بقك؟ نسيت ان الراجل الطيب دوت طلع وشتمك بالام وقال لك يا بتاع شقه المعادي يا ابو صبغه يا ابو بركه قدام الناس كلها، وطلع شتمك قدامك؟ ما طلعتش تفتح بقك؟ طلع تتكلم على الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو اصلا ما بيغلطش. كابتن سيد عبد الحفيظ لو هتشوف كل تصريحاته انت كواحد عادي، كل تصريحاته ما بيشتمش حد. سبحان الله، الراجل ضلع في اللغه العربيه. انا هشتمك بس بالادب، مش خليك يعني ايه، مش خلي حد يمسك عليا حاجه. انا راجل مؤدب ومتربي، فانا هشتمك بالادب. هو ده اللي بيحصل. كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيشتمش حد، لا بيقول امك ولا ابوك ولا الكلام ده. فيا ابو بوكسرات خليك في نفسك، وخليك في التضليل بتاع الناس اللي انت معاهم، بس كده. اطلع على القناه بتاعتك ما تجيب سيره النادي الاهلي بالحلو ولا بالوحش، لان انت راجل ضلالي. انتوا ناس بتوعت ايه؟ بتوعت فلوس. القناه بتقول لك اعمل ايه فانت بتعمل، صح غلط انا هعمل وخلاص. هذا ابو بوكسرات والكابتن سيد حفيظ اللي عامل شياط وحرقان للزملكاويه، وابو بوكسرات الحلو ده. تعالى يا سيدي اخدك كمان على حته نادي تورينو بيراقب. احنا عارفين البطوله العربيه اللي احنا خرجنا منها، البطوله الافريقيه اللي احنا خرجنا منها هنا برضه، مع عشان خاطر برضه ما هو فساد، سبحان الله، فساد اللي احنا خرجنا منها وما جبناش ولا جون.
كان في ناس من نادي تورينو يعني بيراقبوا رأفت خليل، فكانوا بيشوفوه وبيراقبوه، يعني حاطينه قدامهم، يعني ايه الراجل ده احنا هنتابعه وهنشوفه على اداره النادي الاهلي. يا ريت لو في فرصه والراجل دوت، بس لغايه دلوقتي ما جاتش للنادي الاهلي حاجه. لو في فرصه وجات للراجل دوت انه يحترف بره، نقول له اتفضل، ما نضيعهوش زي احمد حمدي قبل كده لما جه اودونيزي الايطالي وقلنا لا. يا ريت يمشي. ادي تعالوا بقى لحته سان داونز قبل ما اختم. سان داونز عنده 2 لعيبه بياخدوا منشطات، اكتشفوهم امتى؟ قبل ماتش النادي الاهلي اللي تعادل فيه 2-2، فراحوا مخرجينهم من القايمه، وايه، ما شاركوش. ده حظهم الحلو، يعني من حظنا احنا الوحش، وما شاركوش. فنادي سان داونز دلوقتي مقعد اللعيبه اللي بياخدوا منشطات دول لحد ما المنشطات تروح من جسمهم، عشان ايه؟ يعني لو كسبوا ماتش ولا حاجه الماتش بتاعتهم ما تقفش. انا خلصت حلقتي، بالله عليك انت تدخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.